قولوا اليوم 3 أشهر ما دفع عليه شيء، دائما يتهرب. هذا علمي وسلامتك يا فندم. ما تقول يا صلاح في كلام الحج. ما أقول شيء، كلام الصح، لكن ما عنديش قدرة. كودا بين أشقاء على الصرف وعلاج أمي. ما بتشتغل يا ولدي. صاحب مطر. طيب ما بش معك حد تتسلف منه يعينك تخارج من الحج؟ ما بش معي رصيد. صلح. الو. حياك يا عم محمد، كيف أنت؟ اهلا، من معي؟ معك صلاح صاحب المطر. حياك يا صلاح، حياك. تفضل يا ابني. يا يا عم محمد، إذا معك زلط سلفني. أنا حانب أشتي أدفع إيجار البيت. المعذرة يا ابني، والله إني نفسي أعاونك، بس الظروف ما تسمح، ولا ما كان بقصر معك. خير، ما بمشكلة، تسلم يا عم. مرة ثانية بسر. كيف حالك يا أستاذ نبي؟ الحمد لله. من معي؟ معك صلاح صاحب المطر يا أستاذ. ليش بتتصل لي من رقم ثاني يا صلاح على اساس بجاوبك؟ ما أنا داري، ما أقول والله، لكن أنا حانب يا أستاذ نبيل. إذا أنت تقدر تدبر لي زلط. أنا في القسم أشي أدفع إيجار البيت، ماشيش أحتبس. عاد احتبس، يكفي المرة الأولى ما قدرت تديها. هي بصرت يا فندم، كل الناس تشتكي منها، مش ما بالله أنا.